حبايبي دفعة 2026 دفعة كيمياء 2026. طبعا بنودع دفعة 2025 اللي فعلا كانوا من أعز الناس على قلبي، واللي أتمنى يا رب إن شاء الله أشوفهم في كليات قمة وأشوفهم دايما متميزين وفي أعلى المراتب إن شاء الله. ربنا يوفقكم ويوفق كمان الطلبة الجديدة، وإن شاء الله هنبتدي مع بعض يا جماعة الكيمياء، وهنبتدي بكورس لتأسيس الكيمياء كامل. طبعا لو انت طالب تانية سنة، لو انت طالب تالتة ثانوي الكورس ده هينفعك. ليه يا مستر؟ اصل لو انا تانية ثانوي خلاص انا كنت بدرس علوم متكاملة، فيا مستر برضو ما تأسسناش كيمياء صح، ما تأسسناش فيزياء صح، ما تأسسناش احياء صح، كنا بناخد مادة طبعا لسه محتاجين شوية تأسيسات اعلى في سنة تانية وسنة تالتة. فطبعا الكورس ده ليك، عايزك تركز معايا كويس ان شاء الله. لو انت مركز معايا يا جماعه التاسيسات، مركز معايا طول المنهج، ان شاء الله هتضمن الدرجه النهائيه في الكيمياء. وطبعا اللي حصل السنه اللي فاتت انه الحمد لله بعون الله ادانا ربنا نعمه، وقدرنا ان احنا نتوقع 12 سؤال في امتحان الثانويه العامه، والحمد لله فعلا كان يعني نعمه كبيره جدا من ربنا. طيب تعالوا نبتدي مع بعض كورس التاسيس بتاع الكيمياء للثانويه العامه. جيت اسال يا مستر يعني ايه كيمياء؟ مش فاهم كيمياء، انا ما بفهمش كيمياء. خلاص قلت له يعني ايه كيمياء؟ جينا نسال العلماء بتوع الكيمياء، جبت واحد عالم كيمياء كده وقلت له ايه معنى كلمه الكيمياء؟ بتدرس ايه يعني في الكيمياء؟ انت هتخليني ادرس ايه في الكيمياء؟ قال يا مستر الكيمياء يعني ماده، يعني احنا بندرس المواد. قلت له انا ما اعرفش يعني ايه ماده اصلا. قال لي بسيطه، الماده يا مستر بص كده، الماده من الاخر اهو، ادي دي الماده، هي كل ما له كتلة ويشغل حيز من الفراغ. كل ما له كتلة ويشغل حيز من الفراغ. أنا بسأل عالم، فالعالم رد عليا بالرد ده، فأنا ما فهمتش أكتر بقى. يعني أنا عايز أفهم يعني إيه كل ما له كتلة ويشغل حيز من الفراغ؟ أنا عايز أفهم. قال لي يعني ببساطة يا مستر بص كده هات لي أي مادة. قلت له يعني زي إيه؟ قال لي مثلا لو أنا جبت قلم زي كده مثلا، قال لي القلم ده ماده. قلت له عرفت ازاي ان هو ماده؟ قال لي مستر مش لو انا حطيته زي كده وقست الكتله بتاعته هيكون لي كتله؟ قلت له صح، واخد مساحه من الفراغ، واخد مساحه من الهواء المحيط حوالينا ده، صح؟ قال لي يبقى انا اذا اعتبره ماده مفيش مشكله. قلت له ماشي، طب بتتكون من ايه الماده دي؟ يعني لو انا عايز اشوف الماده دي تتكون من ايه؟ قال لي مستر لو انا جزأت الماده دي كده، جيت مسكت الماده وجزأتها لقطع اصغر منها، تتجزأ وما تتجزأش. قلت له اتكونت من حاجات اصغر منها. قال لي هو كل حاجه اتكونت اصغر منها لحد لما توصل لحته صغيره اللي ما بتتجزأش دي اسمها عنصر. معنى كده انه الماده بتتكون من مجموعه عناصر، صح؟ ادي هم ماده اتكونت من مجموعه عناصر، صح؟ يعني يا مستر ممكن تتكون من عنصر واحد؟ ممكن تتكون من عنصر واحد، وممكن تتكون من عنصرين او اكتر. كده انت فهمتني. اذا الماده يا مستر هو كل ما له كتله ويشغل حيز من الفراغ. زي مثلا الموبايل بتاعك يعتبر ماده ولا مش ماده؟ هتطبق على حاجتين، دي كتله بيشغل حيز من الفراغ، ايوه، يبقى اذا هو ماده. زي مين مثلا؟ الموبايل بيتكون من ايه يا مستر؟ طب ايه العناصر اللي بتكون منها الموبايل؟ قول لي العناصر اللي بتكون منها الموبايل. اقول لك فلزات العمله كلهم. الموبايل مثلا اهو، ادي مثال، ادي الموبايل. ايه العناصر اللي بتكون منها الموبايل؟ خلاص، بيتكون من فلزات العمله كلهم. بيتكون من نحاس، فضه، ذهب. ايه فلزات العمله دي؟ ادي النحاس CU 29، الفضه AG 47، الذهب AU 79. خلاص، كل دي عناصر بتكون منها مين؟ بتكون منها الموبايل. ايه تاني يا مستر زي مين؟ زي مثلا عنصر زي السيليكون. خلاص، عنصر من العناصر اللي هو عنصر السيليكون، وعنصر اسمه عنصر الجرمانيوم. ادي اهو سيليكون، وعنصر تاني اسمه مين؟ عنصر الجرمانيوم. سيليكون وايه؟ وجرمانيوم. السيليكون عدد الذري كام يا شباب؟ السيليكون عدد الذري 14، والجرمانيوم عدد الذري كام؟ الجرمانيوم عدد الذري 32. يبقى السيليكون عدد الذري 14 والجرمانيوم عدد الذري 32. ونصيحه مني ليك، لو انت عايز تتاسس كيمياء صح، ارجوك حاول على الاقل يكون عندك حصيله من الاعداد الذريه. بعض العناصر معروفه يا شباب بالنسبه لنا، فلزات عمله على الاقل ابقى عارفها، نحاس، فضه، ذهب. ابقى عارف المجموعه الاولى سواء اللي هي ليثيوم، صوديوم، بوتاسيوم، ريبيديوم، ما تنساش الهيدروجين طبعا. خلاص، عندك روبيديوم، عندك سيزيوم، عندك عناصر من المجموعه الثانيه ابقى عارفهم، سواء مثلا عندك المغنيسيوم، الكالسيوم، العناصر دي كلها يا شباب. الالومنيوم مجموعه ثالثه. خلاص، ابقى عارف شويه عناصر. هالوجينات مثلا في المجموعه 7 الغازات الخامله ابقى عارفهم. خلاص، يبقى شويه عناصر يا جماعه لازم ابقى عارفهم، لازم ابقى بتاسس كيمياء عشان ادخل كيمياء وانا متاسس صح.
خلاص؟ يبقى اذا الماده ممكن تتكون من عنصر او اكتر، يبقى تتكون من عنصر واحد او اكتر. يبقى ادي الماده اهو تتكون من ايه؟ تتكون من عنصر واحد او مجموعه ايه يا شباب؟ مجموعه عناصر. يعني بتتكون من عنصر واحد، مجموعه ايه؟ مجموعه عناصر. طب مستر ايه هو العنصر؟ لو انا عايز اعرف معنى كلمه عنصر، خلاص ادي العنصر. ايه معنى كلمه عنصر؟ قال لي العنصر يا مستر هو ابسط صوره نقيه للماده، ابسط صوره نقيه للماده ولا يمكن تجزئتها بالطرق الكيميائيه المعروفه. مستر مش فاهم. يعني ايه العنصر هو ابسط صوره نقيه للماده ولا يمكن تجزئتها الى ما هو ابسط منها بالطرق الكيميائيه المعروفه؟ قلت له مثلا بص كده القلم اللي احنا مسكناه من شويه ده، خلاص؟ القلم اللي احنا كنا بنتكلم فيه من شويه اللي هو الماده، وجينا جزئناه الى قطع اصغر منه، صح كده؟ صح؟ لو انا مسكت دي وجيت حاولت ان انا اجزئ فيها يمين شمال مش هتتجزأ، اذا خلي بالك بقى اصغر حاجه توصل معاك من الماده ما تقدرش تجزئها، هو ده اللي اطلق عليه مين؟ عنصر، صح كده؟ كده انت ايه؟ كده انت فهمتني. خلاص كده يا شباب؟ تمام؟ ده بالنسبه للايه؟ ده بالنسبه للعنصر والمواد واللي كنا بنتكلم عليه. يعني مستر من هنا انا اقدر اوصل لحاجه، تقدر توصل ايه؟ قال لي يعني ممكن اوصل لحاجه مستر انه لو انا عندي ماده بالشكل ده اهو، دي ماده، الماده دي يا مستر بتتكون من مجموعه ايه يا شباب؟ لسه قايل لك من شويه مجموعه عناصر، صح كده؟ يبقى اهو ادي الماده بتتكون من مجموعه عناصر. ماشي؟ طب مستر هو العنصر ده انت قلت ما بيتجزئش، صح؟ صح؟ يعني مفيش حاجه بتتكون منها؟ يعني مفيش حاجه اصغر منه بيتكون منها؟ قلت له لا خلي بالك. العنصر لما جينا نفحص العنصر، جينا نفحص مكونات العنصر، طبعا ما تقدرش تشوفها بعلم مجردها ولا تقدر تشوفها بالميكروسكوبات ولا اقوى المجاهر حتى. امال اشوفها ازاي؟ بنشوفها بحاجه اسمها الكاميرا بتاعت الفيمتو ثانيه، دي اللي بتورينا بالظبط تركيب الذره وتركيب العنصر. طيب يا مستر بيتكون من ايه يعني؟ العنصر بيتكون من جزيئات، والجزيئات بتتكون من ذرات. يبقى خلي بالك ماده بتتكون من ايه؟ مجموعه عناصر، والعناصر بتتكون من مجموعه ذرات، من مجموعه جزيئات، والجزيئات بتتكون من مجموعه ايه؟ ذرات. وخلي بالك معظم العناصر اللي موجوده عندي في الجدول الدوري 95% تقريبا من عناصر موجوده عندي مواد صلبه. استنى، 95% من عناصر مواد صلبه؟ 95% من عناصر مواد صلبه. يعني قصدك تقول ان 5% بس هي عباره عن يا اما مواد سائله يا اما مواد غازيه؟ فعلا. خلاص؟ يبقى خلي بالك بقى يا شباب. واحده. خلاص يا شباب؟ طيب. مسحنا طبعا السبوره عشان ما ياخدش من وقت الفيديو. يعني نعمل فيديو كده كده يعني يكون بسيط كده، بحيث ان انت وانت بتبلبط براحتك على البسين، بتبلبط على البحر مفيش مشكله، تقدر كل يوم بعد نهايه اليوم تحضر فيديو بسيط كده يعني مدته كام دقيقه، حاجه لذيذه معاك، منها يعني طبعا انت بتتبسط وبتطلع، ومنها طبعا بتكون بتراجع معلوماتك وبتتاسس كده. طيب تعال نكمل يا شباب. قلنا طبعا عندي 95% من العناصر مواد صلبه، و5% بس من العناصر عباره عن مواد سائله ومواد غازيه، صح كده؟ يبقى خلي بالك 95% من العناصر، 95% من العناصر دي طبعا عباره عن مواد ايه؟ صلبه. و5% فقط من العناصر دول عباره عن يا اما مواد سائله يا اما مواد ايه؟ يا اما مواد غازيه، يا مواد سائله يا مواد ايه؟ يا مواد غازيه. خلاص؟ طيب خلي بالك يا شباب، اديني مثلا مثال يا مستر على ماده مثلا تكون صلبه، اي ماده تكون صلبه، زي مين مثلا؟ زي الصوديوم، ماده صلبه، ان ايه؟ اهو ماده صلبه. ادي الصوديوم يا شباب ان ايه؟ اهو مستر الصوديوم ماده صلبه. زي مين تاني؟ زي الذهب، يو، فاكر من شويه الذهب؟ اهو ماده صلبه، الصوديوم والذهب. خلاص كده؟ طب اسال سؤال يا مستر، قلت له اتفضل. قال لي يا مستر الصوديوم ده اطلق عليه ذره ولا اطلق عليه جزيء؟ طبعا احنا عارفين الفرق ما بين الجزيء وبين الذره. الجزيء قلت لك ده الجزيء الاكبر من الذره، والذرات بتتكون من الجزيء الكبير بيتكون من مجموعه ايه؟ ذرات صغيرين. فانا الصوديوم دي اعتبره جزيء كبير ولا اعتبره ذره؟ اعتبره ده ولا ده يا مستر؟ قال لي اعتبره ده جزيء ولا اعتبره ذره؟ قلت له خلي بالك ممكن ينفع الاثنين. يعني مستر ممكن ينفع الصوديوم ذره
وممكن ينفع جزيء. ليه يا مستر اشمعنى يعني؟ قلت له خلي بالك الصوديوم ماده ايه؟ يعني ماده صلبه. خلاص ما دام ماده صلبه يبقى خلاص ينفع يبقى ذره وينفع يبقى جزيء. طب والذهب نفس الفكره، ينفع يبقى ذره وبرضه ينفع يبقى جزيء. خلاص ده اللي ينفع يبقى ذره وينفع يبقى جزيء. طيب امال مين يا مستر اللي يعني تشكيله يختلف او الاسم بتاعه يختلف او الصيغه بتاعته تختلف سواء ذره او سواء جزيء؟ قال لي خلي بالك الغازات، ركز معايا كويس في الغازات، عايزك تركز معايا في الغازات. بص كده يا شباب الغازات انا عندي في مني نوعين من الغازات. كم نوع؟ نوعين من الغازات. في غازات بعتبرها غازات نشطه، وفي غازات بعتبرها غازات خامله. غازات ايه؟ نشطه او غازات خامله. اهو في غازات بسميها غازات نشطه، وفي غازات بسميها خامله او بنقول عليها الغازات النبيله. الغازات النبيله، وطبعا دي تبع المجموعه الصفريه في الجدول الدوري اللي هي نهايه الجدول الدوري، او بنسميها المجموعه ال 18 من الجدول الدوري، صفريه او ال 18. اديني يا مستر مثال على الغازات النشطه، واديني مثال على الغازات النبيله او الغازات الخامله. طيب الغازات النشطه زي مين؟ الغازات النشطه مثلا زي عندك اكسجين O2، خلاص؟ الهيدروجين H2، النيتروجين N2، الهالوجينات كلهم يا مستر. ايه الهالوجينات؟ فلور، كلور، بروم، يود، كل دي تعتبر غازات مالها نشطه. طب ثواني يا مستر، الشكل اللي انت كاتبه ده انت هنا كاتب 2، الصوديوم ما كتبتش ليه معاها 2؟ استنى ما لسه قايل لك الصوديوم ده عباره عن ايه؟ ماده ايه؟ صلبه، لكن ده ماده غازيه. يعني معنى كلامك ان الماده الصلبه بتبقى ذره واحده سواء ذره او جزيء، صح كده؟ الماده الصلبه تبقى ذره واحده سواء ايه، يا اما ذره او جزيء، تتكتب واحده بس. لكن خدت بالك الاكسجين O2 ده ذره ولا جزيء؟ لا استنى بقى، الاو 2 ما ينفعش تقول عليه ذره، الاو 2 ده لازم يبقى جزيء. اشمعنى يا مستر؟ اصله اتكون من كام ذره يا شباب؟ 2 بس كده. يبقى انا لو جبتها لك او كده لوحدها تقول لي ده مستر ذره، لكن لو جبتها لك او 2 تبقى جزيء. طب يلا اللي فاهم يطلع معايا الهيدروجين كده، الهيدروجين ده جزيء ولا ذره؟ جزيء صح، اللي يتكون من كام ذره؟ 2. يبقى الهيدروجين فعلا هو جزيء. الذره بتاعته اهي هيدروجين، دي ذره واحده. خلاص النيتروجين جزيء، الذره الواحده يا مستر ادي النايه واحده صغيره، النايه صغيره، خلاص النايه يعني ان ذره واحده. طيب الفلور جزيء، خلاص الذره بتاعته اف اهو ذره، وهكذا بالنسبه للكلور وبالنسبه للبروم وبالنسبه لليود. طب الغازات الخامله يا مستر، ايه هم الغازات الخامله وكم عددهم؟ عندي طبعا 6 غازات هم غازات خامله نبيله. يعني ايه خامله اصلا يا مستر؟ يعني ما بتتفاعلش، بس خلي بالك ما بتتفاعلش في الظروف المعتاده، في الظروف المعتاده من الحراره والضغط الجوي. خلاص؟ ما بتتفاعلش بس تحت الظروف اللي هي المعتاده. طيب زي مين مثلا الغازات الخامله؟ عندي اول غاز خامل يا شباب هو غاز الهيليوم، عدده الذري 2. اخدت بالك كتبته كام ذره؟ واحده بس، كتبت اتش اي واحده ما كتبتش 2. يا مستر طب ما ده غاز مش صلب. ايوه بس هو ايه؟ خامل، يعني مستحيل يتفاعل مع ذره ثانيه. الاكسجين نشط، لسه قايل لك اهو غازات نشطه، يعني اكيد كل اكسجينات تتفاعل مع اكسجينات ترتبط بيهم وتكون لي جزيء، فهمتني؟ لكن الهيليوم خامل مش هيتحد مع اي ذره ثانيه. زي مين مثلا غير الهيليوم؟ النيون يا مستر. النيون عدده الذري كام؟ 10. النيون فعلا عدده الذري 10. الارجون 18 اهو، الارجون عدده الذري كام؟ 18. ايه تاني يا مستر؟ الكريبتون عدده الذري كام؟ 36. هيليوم، نيون، ارجون، كريبتون. في عندي غازين تانيين هما الزينون والرادون. الزينون طبعا 54 والرادون 86، ار ان 86. دول الغازات اللي هم النشطه والغازات الخامله. اسال سؤال وفكر فيه كويس كده قبل ما تجاوب. مستر قولوا نعم. بص كده يا مستر، لو انا كتبت 2H دي معناها ايه؟ دي معناها ايه؟ معناها ذرتين ولا معناها جزيئين؟ وده ذره ولا جزيء ده اصلا؟ استنى، الهيدروجين يا مستر H2 لما انت كتبتها H2 كان جزيء. هو هل 2H هو ال H2 ولا لا؟ خلي بالك ايه الفرق بين H2 وال 2H؟ ال H2 جزيئين صح كده؟ جزيء واحد قصدي، بس كام ذره؟ 2 ذرتين متحدتين مع بعضهم، كل ذرتين متحدين مع بعضهم فكون لي جزيء واحد. لكن ال 2H عامل زي ايه؟ ذرتين بس ذرتين مالهم؟ منفصلتين. برافو عليك.
يعني ال H2 عباره عن جزيء واحد مكون من ذرتين متحدتين مع بعضهم، لكن لما اكتب لك 2H معناها ذرتين منفصلتين. برافو عليك. خلاص كده يا شباب، ده الفرق ما بين ال 2H وبين ال H2. خلاص. طب مستر اسال سؤال، اتفضل. قال لي جزيء يا مستر، الجزيء ايه الفرق ما بين الجزيء العنصر والجزيء المركب؟ الفرق بين ايه؟ جزيء العنصر وجزيء المركب؟ تعال اقول لك ايه الفرق ما بين جزيء العنصر وجزيء المركب. خلاص؟ طيب نكمل. ايه الفرق يا شباب قلنا ما بين جزيء العنصر وجزيء المركب؟ خلي بالك. ادي جزيء اهو. بيتكون معاه كام حاجه؟ حاجتين. بيتكون من يا اما جزيء عنصر، او يعني الجزيء عباره عن يا اما جزيء عنصر يا اما جزيء مركب. خلاص؟ يبقى ده الجزيء، يا اما جزيء عنصر يا اما جزيء مركب. طب ايه الفرق ما بين جزيء العنصر وجزيء المركب؟ خلي بالك. جزيء العنصر يا مستر بيتكون من ذرتين او اكتر. ذرتين او ايه؟ او اكتر. ماشي. طب ما الجزيء المركب بيتكون من ايه؟ قلت له برضه بيتكون من ذرتين او اكتر. لا. طب ما ده هو ده. استنى بقى، خلي بالك. الجزيء المركب بيتكون برضه من ذرتين او اكتر. طب ايه الفرق يا مستر اللي ما بين ده وده؟ ده ذرتين او اكتر وده ذرتين او اكتر. خلي بالك. جزيء العنصر الذرتين او اكتر بس متماثلتين، لكن خلي بالك جزيء المركب ذرتين او اكتر لكن مختلفتين. يعني دي ذرتين او اكتر لكن متشابهتين. خلاص؟ متشابهتين يعني زي بعض، او متماثلتين يعني الاثنين زي بعض. لكن جزيء المركب ذرتين او اكتر لكن مختلفتين. يعني الذرتين دول مش زي بعض. طب ممكن تديني مثال على ده وتديني مثال على ده؟ طبعا اقول لك مثال على ده ومثال على ده. هات لي كده الاكسجين بعد اذنك. الاكسجين، جزيء الاكسجين اهو، انت معلمني ان جزيء الاكسجين عباره عن O2 لان هو ذرتين بس. خدت بالك من شويه انت كتبت O2 ولا 2O؟ انت كتبت O2 يبقى ذرتين شبه بعض ولا مختلفين؟ صح كده، شبه بعض. لكن لو كتبت لك 2O معناهم ايه؟ مختلفين. خلاص كده؟ يبقى ال O2 اهو ده جزيء ايه؟ بيتكون من ذرتين بس نفس الايه؟ نفس الحاجه، بيتكون من اكسجين. خلاص؟ طب ايه تاني؟ يبقى ده O2 اهو اكسجين. طب يا مستر لو انا كتبت O3، هو في حاجه عندي اسمها O3؟ الاوزون. الاوزون يا شباب. O3 خدت بالك بيتكون من كام ذره؟ 3 ذرات، او شوف ذرتين او اكتر يبقى 3 ذرات زي بعض والمختلفين. صح كده، زي بعض. طب اديني جزيء المركب اللي هم مختلفتين زي ايه؟ اشهر مثال عندنا هو الميه، H2O اهو. الميه H2O، فاكر؟ كنا بنعمل كده الاكسجين اهو بيتكون من كام هيدروجينه؟ 2. الروابط اللي هي ما بين جزيئات الميه طبعا عارفين ان هي روابط هيدروجينيه تخلي درجه الغليان بتاعه الميه مرتفعه، بتوصل طبعا ل 100 درجه مئويه. طب ايه تاني؟ النشادر. النشادر يا شباب، ايه رمز النشادر؟ NH3. خلاص؟ ده اللي هو مين؟ يبقى ده الميه ودي اللي هو مين؟ النشادر. ادي النشادر اهو NH3. طبعا N فيها كام اتشايه؟ 3 اتشايات. النشادر NH3. خد بالك، بص اسمع الكلمه دي مين؟ النشادر كمان بيطلقوا عليها حاجه ثانيه اسمها امونيا. اسمها ايه؟ امونيا. امونيا. طبعا بكده يا شباب يبقى كده خلصنا الدرس الاول في الكورس بتاع تاسيس الكيمياء. ان شاء الله هنزل لك شويه فيديوهات كده، كل يوم هنزل لك كده فيديو بسيط كده زي الفيديو بتاع النهارده، تسمع فيه عن حاجه معينه وتسمع فيه تاسيسا من تاسيسات الكيمياء. باذن الله لما تخلص كل الفيديوهات بتاع كورس الكيمياء اضمن لك ان انت داخل الكيمياء بقلب جامد، قلب حديد، فاهم الكيمياء، فاهم ومتعمق في اصول الكيمياء، واقف على ارض صلبه. خلاص؟ مخلياك ان انت فاهم كل كلمه هتتشرح لك او ان شاء الله تكون بتتشرح خلال الايه؟ خلال السنه. خلاص يا شباب؟ اتمنى وانت يعني طبعا ما تخليش حياتك كلها انت بتذاكر التاسيس واليوم كله بتذاكر تاسيس. يا سيدي انا ما قلتلكش استمتع باجازتك، عيش حياتك، مفيش مشكله خلال فتره الشهر ولا الشهرين دول بتوع الاجازه، عيش حياتك. بس ارجوك تعالى في اخر اليوم او اول يوم بدري اسمع الفيديو بتاع التاسيس، هتستفيد طبعا وتبقى داخل ان شاء الله وانت متاسس صح. ربنا معاكم حبايبي ويوفقكم ان شاء الله، واشوفكم باذن الله على خير.